بسم الله الرحمن الرحيم. الزمالك بيقدر اللي هو يتعادل مع احدى او اقوى او من اقوى فرق الدوري في بطولة كأس الرابطة. كان بيلعب كهربة اسماعيلية من اقوى فرق الدوري. فالزمالك بينجح وبيقدر اللي هو يتعادل معاها بعد أداء هايل جدا، بعد تحركات وبعد كرة عرضيات كتير وهجمات خطر وتحركات باينة جدا جدا في شغل المدربين وشغل اللعيبة الصراحة عملت اللي عليها وبرضه زي ما احنا عارفين التعادل جه بشق الأنفس، وان الزمالك عنده مشاكل كتير وكويس ان انت تقدر تتعادل. والارض الزمالك اللي مسحوبه. فكل الكلام اللي انا بقوله لك ده هما اللي هيطلع يقولوا لك في القناه او في اي اعلامي بشكل عام يعني. اصل الارض اتسحبت فالزمالك نزل فعمل مش عارف مين. اصل مش عارف مجلس الاداره على خلاف مش عارف مع جين ادوار او جين ادوار مع خلاف مش عارف مع لعيبه، فاللعيبه عايزه تمشي. فاصل اللعيبه الاجانب بتفسخ العقود بتاعتهم. اصل مش عارف، لا، هيفضل كل واحد يطلع يقول لك اصل واصل، وهيفضل الزمالك زي ما انت شايفه كده. اصل انا كنت بلعب بالناشئين. يا راجل عيب عليك، عيب عليك لما تطلع تقول انا كنت بلعب بالناشئين فتعادلت مع كهربا اسماعيليه. كهربا اسماعيليه يا ريت حتى كنت بتلعب اسماعيليه، دي بعت لك كشك كهربا من عندهم. ما لو لعبت اسماعيليه نفسها بقى يعملوا فيك ايه؟ لا، فرقه ترتيبها 21 في الدوري انا مش قادر اكسبها، ابقى كسبان 3-0 وفي تلت ساعة 3-3. يعني أنا أجيب تلات أجوان في 50 دقيقة وهم يجيبوا تلات أجوان في 20 دقيقة. الواد ينزل يجيب هاتريك. ده اسمه إيه ده؟ فرقة كويسة. كهربة إسماعيلية مصدقين نفسهم اللي هم قادرين ينزلوا هيعملوا ماتش على نادي الزمالك أو يعملوا ماتش على الزمالك وهيسجلوا وهيجيبوا ممكن كانوا يكسبوا. كهربة إسماعيلية أخطر عليك طول الماتش. سيبك من الناس اللي هتطلع في السؤال التحليلي، اصل الزمالك لعب مش عارف بطريقه الوينجين والباكات بتخش مع الاطراف. فهتلاقي هو ده الكلام اللي هيتقال والله. لا بقى حد هيقول لك اصل المنظومه كلها فاشله، ولا هيقولوا لك مجلس الاداره اللي معاك فاشل فاشل. بصوا، كان في فتره على نادي الزمالك اسمها العشريه السوداء. اظن مفيش حد من مفيش حد زملكاوي ما يعرفش العشريه السوداء دي. كلنا عارفينها، بس في ناس حضرتها وفي ناس لا. فالناس اللي حضرتها هتبقى فاهمه الكلام اللي انا بقوله ده. انت في اوحش واوسخ من العشريه السوداء دي مليون مره. دي المليونيه السوداء مش العشريه بقى. انت مدرك احنا وصلنا لفين؟ انت عندك 8 لعيبه ولا 4 لعيبه فاسخين عقودهم ورا بعض، وفي 4 بيهددوا تانيين، ومش عارف مين طالع بيقول لك انا هعمل ايه، وست ايقافات قيد انت مدرك؟ وكله تحت بند ايه؟ اصل الارض اتسحبت. يا عم انا مالي يا عم بالارض، انا مالي يا عم، انا مالي ما الارض تتسحب، الارض ترجع، الارض تروح، الارض ما تجيش، تزرعوا فيها، تعملوا فيها حمام سباحه، تربوا فيها بط وكتاكيت. انا مالي، انا مالي بارض وخرا وقرف. انا ذنبي ايه كمشجع ابقى قاعد شايف فريق الحاجه الوحيده اللي بحبها واللي انا ببقى مستني الزمالك يلعب؟ كرهتونا في اليوم اللي فيه الزمالك بيلعب فيه. خلاص انا مش عايز الزمالك يجي، ما انا عارف اللي هيحصل، هقعد وهيتحرق دمي وهتضغط خلاص. انا وصلت للمرحله اللي هو ليه كده؟ ليه ابقى واقف وشايف النادي بتاعي بيغرق وكله طالع بيزيد في الزيطه، كله. يعني انا قبل كده كنت مروح فماسك التليفون بقلب في اليوتيوب عادي، فقابلني مقطع لمهاب عبد الهادي. هو بيتكلم بيقول لك هو احنا ليه النادي الاهلي ما يساعدش نادي الزمالك ويديله، ما قالش يديله فلوس بس ليه، والتاريخ كله اتكلم عليها ومش عارف ايه، واحنا هنا بنتكلم ان النادي الاهلي وهتتذكر في التاريخ والنادي الاهلي يقف جنب نادي الزمالك.
والله العظيم قبل ما يطلع فاصل قبل ما يطلع فاصل قال له بنتاج بيفسخ عقده وممكن يروح الاهلي. هو بيساعدني لو ياخد اللعيبه بتاعتي عنده. هيساعدني في ايه؟ انا ما اقبلش انا عندي اهبط ان النادي الاهلي يديني جنيه. وفي نفس الفيديو برضه اينو يقول له طب يعني ايه الاهلي يدفع للزمالك فلوس؟ يقول له لا ما اعرفش. طب يديله ايه طيب؟ مش عارف. من تحت لتحت كده في الاستخبص. هيساعدني بايه؟ انتوا شفتوا وصلتونا لفين؟ يا اداره فاشله. حسبي الله ونعم الوكيل في كل من هو شايف نادي الزمالك بيقع الوقعه دي وما بيعملش اي حاجه. قبل ما تيجوا ده احنا هنعمل وهنسوي وكذا 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 وكذا، واحنا مجلس رجال الاعمال. طب انت فين؟ مش موجود. اصل البيزنس بتاعي بيقع فانا رايح ابص عليه. يطلع لك كابتن حسين لبيب في النادي ويمسك الميكروفون ويرد على جماهير النادي الاهلي يقول لك حسين يا لبيب لو راجل خد لعيب. طب هنشوف. ما احنا شفنا. ما انا شفت اهو. انا شفت بقى. شفت انت عملت ايه. ميدو يطلع يقول لك احنا معانا شيكات بملايين، لا ممكن نروح نجيب بيها اي لعيب من النادي الاهلي لو عايزين. طب ما تروح يا عم، ما تجيبش لعيبه من عند النادي الاهلي، ادفع فلوس اللعيبه اللي عندك دي. كهربة اسماعيليه مش قادر اكسبها في بطوله ملهاش لازمه. يعني بطوله ملهاش اي لازمه مش قادر اكسب كهربة اسماعيليه وابقى كسبان واتاخر في النتيجه. طب ليه؟ اصل انا لعبت بالناشئين، دي الجمله اللي هتطلع يقولوا لك في الاعلام او في قناه الزمالك، اصل الزمالك لعب بالناشئين ومكاسب المباراه انس وائل واحمد حمد ومش عارف ايشو اللي بيلعب جناح هوب هاته ويلعب باك. هتلاقي كلام كتير كده، بس ده اوسخ وانيل ان انت تطلع تقول لي انا اتعادلت مع كهربة اسماعيليه اللي هي في المركز 21 في الدوري بالناشئين بتوعك. يعني دي الناشئين بتاعتي؟ يعني انا هعتمد على دول؟ يعني انا كده لما احتاج ناشئين او احتاج اطلع حد او احتاج ابيع لعيبه او اعمل قطاع ناشئين هطلع من اللعيبه دي اللي احنا شفناها دي؟ بس هلومهم على ايه؟ كلها ماشيه بقى دايره وسايط ودايره مصالح، وده ابن ده وده بنت ده وده مش عارف مين، وهلعب في الحته الفلانيه عشان انا اعرف فلان الفلاني وفلان الفلاني يعرف مش عارف بنت عمي مين فهيجيب بنت خالد. كله داير كده. محدش 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 قلبه على النادي. محدش همه احنا وصلنا لايه، ولا شايف احنا وصلنا لايه، ولا الكارثه اللي احنا بقينا فيها اللي كل يومين والتاني لعيب عندك بيمشي. والله العظيم انا كذا حد يقابلني يقول لي انت ليه ما بتطلعش تتكلم على اللعيبه اللي بتمشي واللعيبه اللي بتقعد والناس والمشاكل. بس انا هطلع اقول ايه؟ ده عيب بقى ان حد بيشوفني ولا حد ما بيشوفنيش. مش فارق معايا اساسا اذا كان حد يشوفني ولا لا. اللي بيشوفني على راسي اللي ما بيشوفنيش برضه على راسي. بس انا لا فارق معايا مع احترامي للجميع مش فارق معايا مشاهدات اصلا. بس الواحد ده هو كبت بقى جواك، انت عايز تطلع اللي جواك مش عارف تعمل ايه. انت مش عارف تعمل ايه. وسبحان الله كل الكلام اللي كنت بقوله من اول ما بدأ، انا بادئ في الفيديوهات دي من 3 4 شهور مثلا. يعني انا لسه جديد. اول لما جيت قلت لهم يا جدعان اداره في اداره في اداره ثم لعيبه ثم مدرب. دلوقتي كله بيطلع يقول نفس الكلمتين. اصل الاداره فاشله والاداره عملت، واصل كواليتي اللعيبه، اصل انت لو كنت سابق يعني انت لو كنت جبت مش عارف مدرب مين، اصل يانيك فريرا كان عنده اخطاء. ما ده نفس الكلام اللي انا كنت بقوله اهو. يعني كده الواحد صح اهو. ما انا لما قلت الكلمتين دولت ليه؟ اول لما انا طلعت على الموبايل بتاع ده ناس دخلت قالت لي انت لجنه ايه يا عم؟ لجنه ايه صباح الفل؟ ده انا عندي 157 واحد. لجنه ايه؟ هو انا لو لجنه دي هتبقى مشاهداتي؟ انا لا بشجع افراد ولا يفرق معايا اشخاص ولا يفرق معايا اللاعب الفلاني ولا يفرق معايا مين في مجلس الاداره، على قد ما يفرق معايا النادي بتاعي فقط لا غير. واللي انا بشوفه في النادي دي كارثه. كارثه. كارثه محدش هينجدها غير مستثمر خليجي يجي يمسك النادي فقط بس. سيبك بقى، اصل احنا نادي الدوله. نادي الدوله ايه وخرا ايه وقرف ايه يا جدعان بقى؟ احنا ما تخرجوش واحد عن شغل واحد في اللي مكفيه. نادي دوله ايه وبتاع ايه
ما تخلوش نقول كلام اكبر مننا وحاجات احنا ما مش عارفين فيها. الواحد ده الواحد يقفل، عشان لو طول في الكلام او الكلام اللي هو عايز يقوله، صدقوني الموضوع هيبقى صعب. السلام عليكم.